السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ النهارده معانا حلقه المشويات والصينيه العجيبه الجميله دي. يلا بينا يا حبايبي، خشوا اتفرجوا على القمر ده اتعمل ازاي. بصوا شايفين ما شاء الله الكفته الجامده دي والحاجات الحلوه دي. بصوا شايفين طراوه الكفته، حاجه كده ايه، فاخر من الاخر. يلا يا حبايب قلبي، ما تنسونيش في شير ولايك وسبسكرايب من مطبخ رانيا لاول مره. وادي اجدع السلطات بتاعت الحاتي اهيت، والويسكي بتاعنا والطحينه الجميله دي. دمتم في حفظ الرحمن. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. النهارده بقى يا حبايبي هنعمل حلقه متميزه جميله وحلقه المشويات. يلا بينا. اول حاجه هنبدا فيها وهي الكفته ان شاء الله. معانا كيلو الا ربع من الكفته، ومعانا القرون الفلفل الجميله دي احمر واخضر والبصله. يلا بينا نشوف الخطوات يا حبايبي اللي هنعملها. هنفرم كل الحاجات دي كده مع بعضيها اهو يا حبايبي. انا فرمت الخليط بتاعي وهبدا اصفيه كده بالمصفى لحد ما ينزل ميته، واخد التفل بتاعه للكفته. بصوا يا حبايبي، توابل توم باودر معلقه صغيره بتاعه الشاي، بصل باودر، معلقه فلفل اسمر، معلقه بابريكا مدخنه، ديت معلقه ربع معلقه زعتر كده محوجه. هنا بقى ضفنا الفلفل اللي احنا ضربناه بالبصل على اللحمه بتاعتنا، وهنمسك كده نعجن لحمتنا كويس. طبعا الملح متنسوش الملح، انا لسه ما ضفتوش. هفضل اعجن فيها كويس كده لما تديني خيوط انسجه كده معايا زي الخيوط كده. وادي ذره من الملح اهيت حبايبي، شايفين انا عماله ابحك فيها جامد. حطي كده كل قوتك فيها لحد ما تتجمع معاكي كده تبقى عجينه. طبعا احنا هنا هنضيف بيكنج باودر كمان علشان تتضاعف معايا وتبقى كويسه كده وما تفكش. بسم الله. ادي باكل البيكنج باودر بتاعنا اهوت، وهنضيف برضو البيضايه، هناخد بس البياض بتاعها. بصوا حبايبي، هنبدا كده ننزل اللحمه بتاعتنا نضربها تاني في الكبه، ومعاها بياض البيضه ده اللي انا قلتلكوا عليه. فصلنا البياض عن الصفار وهنضربها كده ضربه كويسه. شايفين ما شاء الله اللهم بارك. بعد ما ضربتها وعجنتها كويس في الكبه بقت عامله ازاي معايا. هبدا بقى اريحها في التلاجة شويه، وبعد كده ابدا اشكلها ان شاء الله. الخطوه التانية اللي عملتها بعد كده، جبت فراخ غسلتها كويس وتبلتها عشان برضو نشويها، وقطعتها كده حتت صغيره زي ما انتم شايفين. عملت بصل طماطم يا دوبك، بس حطيت ليمون فلفل اسمر على التتبيله. قشرت كل حاجه كده بالمبشره على ايدي وتبلتها وقعدتها في التتبيله زي ما انتم شايفين كده. شايفين المنظر ما شاء الله. ومقطعين الفراخ بتاعتنا حتت صغيره علشان وهي على الفحم تتشوي كويس. لازم تشوقي الدبابيس كده، وكل قطعه من الفراخ تشوقيها كويس. انا طبعا عشان ايه ما اطولش عليكم الفيديو عملتها من ورا الكاميرا، بس بقول لكم على الايه اللي انا عملته اهو زي ما انتم شايفين كده حبايبي. معانا بقى يا حبايبي كده نص كيلو من الرز البسمتي، هنروح ننقعه في ميه سخنه. وبنجهز بقى السلطه اهي البلدي الجميله لزوم المشويات زي ما انتم شايفين كده. طماطم بصل خيار فلفل، كل اللي عندك قطعيه على بعض وتبلي سلطتك بتاعتك، هتبقى حاجه روعه اهو يا حبايبي. بدأنا نحط الميه السخنه على الرز بتاعنا، ننقعه بتاع ربع ساعه كده او نص ساعه على ما نتبل ما نعمل له البصله بتاعته على النار. بصوا بقى يا حبايب قلبي، هنعمل النهارده الرز البسمتي بتكات كتير جميله وشغل خليجي عالي قوي. تابعوا معايا الحلقه ما تروحوش في اي حته. حطينا معلقه من السمنه البلدي على البصله بتاعتنا الجامده دي، شايفين دي ربع معلقه بودره زعفران. هنغسل بيها ننقعها كده مع الميه. شفتوا الرز بتاعنا احنا نقعينه، ضفنا كده الايه ربع معلقه الزعفران ديت في ميه النقيع. دي اول تكه هتقابلنا النهارده من مطبخ رانيا. شايفين الجمال؟ الرزايه بقى تصفر معانا وهتبقى جميله جدا. بصوا بقى يا حبايبي، انا مجهزه هنا الفحم على النار اهوت بيولع عشان المشويات بتاعتنا نشويها على الفحم. وهنا بقى البصلايه هنحط ورقتين لورا. بصوا بقى يا حبايب قلبي، دي التوابل جمعتها لكم كلها هنا في الطبق، قلت علشان ايه نحتاجها للرز. هنقول معانا اللي هو بودر الزعفران،
كركم، ملح، توم بودر، بصل بودر، فلفل اسمر، كزبره، سنه كمون صغيره، قرفه، بابريكا، لا بابريكا لا، قرفه، جنزبيل، كركم، كاري. دي التوابل اهي. بصوا تقدروا تاخدوها كده سكرين شوت وتعرفوا الطريقه بتاعه التوابل بتاعه الرز البسمتي الخليجي على اصوله. هننزل كده بقى يا حبايبي بالتوابل دي كلها على البصله، ونبدا كده ناخدها تشويحه مع البصلايه عشان تعزز طعم وريحه البصله. شايفين الشكل تحفه. طبعا هنا بقى لزوم ايه الرز الجامد الخليجي ده، هننقع حبه حمص كده بميه سخنه ونغطيه وبعد كده نسلقه عشان هنستخدمه ان شاء الله على الرز بتاعنا. شايفين يا حبايب قلبي الرز بتاعي لما نقعته في الزعفران، بودره الزعفران لونه عامل ازاي. هنبدا بقى نصفيه على البصله بتاعتنا. معلش بقى سامحوني يا حبايبي، انا بحب اضيف مرق الدجاج برضك ليه، حابين انتوا مش حابين براحتكم. هنا بقى هنبدا نقلبه ونشوحه تشويحه حلوه كده محترمه، وهنتعامل معاه معامله الرز المصري لان هو اتنقع نص نقع. نبدا بقى يا حبايبي كده بسم الله ننزل بالميه السخنه بتاعتنا عليه. طبعا احنا مش هندوق، احنا كده متعودين بنقيم حاجتنا ازاي. شايفين؟ وهنبدا نغطي على الرز كده، يبقى احنا جهزنا الرز بتاعنا. تعالوا بقى يلا، انا رايحه لابويويو عشان نشوي الفراخ. بسم الله. زي ما انتوا شايفين كده هنبدا ايه نرص الفراخ بتاعتنا بالطريقه دي اهو يا حبايب قلبي. شايفين؟ بسم الله ما شاء الله. شايفين؟ بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك. قلت بقى افرحهم بقى، لازم يكون كده يوم مشويات في رمضان. من عوامل النجاح بقى بتاعت الفراخ الشوي يا حبايبي على الفحم ان انت طول ما انت واقفه كده ايه، اول ما تاخد بصمه كده تروحي تقلبيها، متديهاش فرصه انها تتحرق، تدي معاكي اللون الاحمر ده زي ما انت شايفه كده. ورحت بقى جهزت الطبق الجميل دوت وقطعت خضره كده عشوائي، وهنبدا كده بسم الله نرص كده الخضره بتاعتنا علشان نطلع عليها الفراخ القمر بتاعتنا دي. النهارده الفيديو بتاعنا ممتع وفيه حاجات كتير جميله هتفيدك. تابعي معايا الفيديو، متنسينيش في اللايك يا حبيبه قلبي والشير، علشان اللايك بيدعم الفيديو بيكبره بيخليه يتشاف لاكبر عدد من المشاهدين. حبايب قلبي ما تستخسروش فيا اللايك، انا بيكم ان شاء الله هزيد وهكبر بيكم باذنك يا رب. يا حبايبي بقى هنبدا ايه نبل ايدينا بالميه المبصل بتاعتنا دي، وهنمسك كده بسم الله الرحمن الرحيم نعمل بقى الكفته بتاعتنا القمر ديت اللي هنشويها على الايه اهو. شايفين المنظر يا حبايب قلبي؟ ما شاء الله الكفته بتاعتنا متماسكه. هروح اصبعها كده عشان اشويها على الفحم زي ما انتم شايفين كده يا حبايبي. بنبدا نبل كده بالميه المبصل بتاعتنا اللي انا قلت لكم عليها. وانا هنا حطيت الحمص بتاعنا يتسلق اللي هنشتغل منه على الرز. تعالوا يلا نشوف الرز بتاعنا. شايفين؟ بسم الله ما شاء الله الرز بتاعنا استوى وجميل ازاي ولونه تحفه كده. انا هوطي عليه واخليه يكمل سوا كده يا حبايبي. اهو شوينا الفراخ بتاعتنا وهنبدا نرصها كده في طبق الخضره زي ما انتم شايفين. شايفين؟ بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك، حاجه تشرح القلب. هنبدا بقى يا اخواتي نغطي الفراخ بتاعتنا زي ما انتم شايفين. بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك، حاجه جميله كده. شايفين اليمه الذهبي دي؟ هنقلبها كده ونغطي بيها لتحت عشان الفراخ بتاعتنا ما تبردش. اهو يا حبايبي اخواتي غلفتها وعملتها بالاسترتش راب عشان طبعا لسه فاضل ساعه على اذان المغرب ما تبردش. بصوا بقى يا حبايبي الرز بتاعي استوى اهو على النار، خلصته. هعمل بقى ايه التكه بتاعت الرز الاخيره، معلقه زبده حلوه كده، هننزل كده بحبه مكسرات نحمرهم، حبه سوداني اللي عندك اعملي بيه، ما تحيريش نفسك، سوداني، لوز، بندق، عين جمل، اللي موجود. طبعا هنحط زبيب بس اخر حاجه عشان ما يتحرقش. شايفين يا حبايبي؟ بسم الله ما شاء الله الكفته بعد ما اتشوت تحفه. يا دوبك خدنا ايه السخونيه كده، حطينا فيها حبه الزبيب
زي ما انتوا شايفين كده. يبقى احنا كده جهزنا المكسرات بتاعتنا اللي هتتحط على الرز. وهنا يا حبايب قلبي كده في الطبق التاني هنبدأ ننزل بالخضرة بتاعتنا. ايه، نرص كده الكفتة القمر بتاعتنا دي. شايفين بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. هنروح نكمل شوي على الفحم. تعالوا بقى يا حبايب قلبي نجهز كده شوية طحينة جامدين كده. ادي معانا حبة طحينة ومعانا فصين توم كده محترمين حلوين. هنقلبها كده مع بعض كويس. يلا كده يا حبايبي عصرة ليمونة، مفيش وقت. بعد ما عصرنا الليمونة بقى كده هنقلبها كويس وننزل بحبة خل كده حلوين. نفضل نقلب فيهم كده كويس كويس. بصوا بقى يا حبايبي، سنة كمون، سنة فلفل اسمر، سنة شطة كده. نبهر كده الايه الطحينة بتاعتنا وحبة ملح. بصوا بقى يا حبايب قلبي الخل خلاها كده ازاي. هنخفها بقى كده بحبة ميه سخنين ونبدأ نقلب فيها كده بالراحة واحدة واحدة كده لحد ما تدينا القوام اللي هيعجبنا والمتماسك قدامنا. قلب 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 كده على طول يا جبري لحد ما قوام الطحينة معانا يبقى جميل كده. شايفين بسم الله ما شاء الله. شايفين يا ولاد ايه الجمال ده يا ولاد؟ ده طحينة الحاتي دي ولا اجدعها كبابجي يا ولاد، ما شاء الله. حاجه كده جميله. شفتوا تنتني اقلب فيها اقلب فيها اقلب فيها لحد ما ادتني اللون الشاهي الجميل ده والقوام الحلو اللي انتوا شايفينه ده. شايفين؟ خلاص يا حبايبي، هنا الفراخ زي ما اتفقنا وهنا الكفته وعملت الطحينه. اروح بقى اتبل السلطه بتاعتي اخر حاجه خالص. بصوا بقى يا حبايبي، سنه كزبره، سنه كمون، سنه شطه كده. وتبلي السلطه بتاعتك، الملح بتاعك، وقلبي السلطه بتاعتك كويس. جهزيها. احنا القرآن شغال اهو يا حبايب قلبي وقربنا ان شاء الله على الفطار كده. هبدأ بقى اغرف الاكل بتاعنا وهننزل بقى بالميه كده ونقلب بقى. اضيفي ليمونه ليمونتين. شايفين ما شاء الله لون السلطه بس كفايه. ايه رايكم؟ حاجه كده جميله. ايه رايكم في سلطه الحاتي دي يا ولاد؟ وهنا بقى يا حبايبي هنبدأ كده بسم الله نعمل الصينيه العجيبه بتاعتنا. هنغرف بقى على الصينيه عشان ميعاد الفطار قرب. نبدأ كده نفرد الرز وهنبدأ كده بسم الله الرحمن الرحيم ننزل بالكفتة بتاعتنا كده على الرز الجامد ده. زي ما انتم شايفين كده يا حبايبي رصينا الكفتة بتاعتنا وهنبدأ بقى ايه نرص الفراخ بتاعتنا زي ما انتم شايفين كده. الصينية العجيبة بقى. شايفين بقى يا حبايب قلب الجمال. حاجة كده ايه. انزل يا جبري بقى، انزل يا جبري. شايفين الالوان والجمال؟ حاجه كده تحفه التحف. حاجه فاخر من الاخر. بسم الله الرحمن الرحيم. شايفين بقى القمر ده؟ شايفين المكسرات الجامده والحاجات الحلوه دي؟ مين بقى اللي عايز صينيه زي دي؟ اللي عايز صينيه زي دي يطلبها بقى من داخل الاوردراتي. ايه رايكم في الجمال ده؟